هل الطلق الصناعي مؤلم أكتر من الطبيعي؟ الإجابة أيوة ممكن، وخليني أشرح لك السبب ببساطة. باعتباري دولة ومدربة ولادة بشوف الفرق ما بين الطلق الصناعي والطلق الطبيعي كتير. أول حاجة لازم نعرفها إن الطلق الصناعي مختلف تماما عن الطلق اللي بيبدأ لوحده. الولادة الطبيعية اللي الجسم بيبدأها لوحده غالبا بتبدأ بهدوء، الطلق بيزيد شوية بشوية لحد الأم ما توصل لمستوى جديد من الألم. ممكن يكون شديد بس بيبقى عندها فرصة إنها تتأقلم عليه وتتعلم إزاي تتعامل معاه بطرق طبيعية، وبعدين يزيد تاني بالتدريج وتلاقي طرق جديدة للتحمل وهكذا لحد الولادة. أما الطلق الصناعي ده كأننا بنقول للجسم إحنا عارفين إنك لسه مش جاهز بس يلا هنولدك دلوقتي، وإقناع الجسم بكده دي حاجة مش سهلة أبدا. الفريق الطبي ممكن يلجأ للطلق الصناعي على طول أو يستخدم الأول طرق لتحفيز عنق الرحم زي فتح كيس المية أو البالون لتوسيع عنق الرحم. كل الأدوات دي هدفها تحفيز الجسم ودفعه للولادة، وده في حد ذاته بيكون مرهق للجسم. علشان كده مش دايما بنشوف الزيادة الهادية التدريجية في الألم، ممكن الألم يعلى أو يقل حسب الأداة المستخدمة وبعدين فجأة يزيد بسرعة تاني، وده غالبا بيخلي الأم تحس بألم قوي جدا بدري شوية في رحلة الولادة. لكن طبعا مهم جدا إننا نقول إن كل جسم غير التاني. في ستات ولادتهم مع التحفيز كانت سهلة وأحيانا من غير مسكنات خالص، بس بالطرق الطبيعية للتعامل مع الألم، بس طبعا ده مش الأغلب يعني. الكلام هنا مش هدفه إنه يخوفك ولا يقلل من اختياراتك ولا يبعدك عن أهدافك. المفروض إن هدفك الحقيقي هو إنك تكوني مستعدة لكل السيناريوهات، فاهمة إيه اللي ممكن يحصل، ومتناقشة مع دكتورك في كل الاحتمالات من بدري، لأن التحضير والمعرفة هما أكتر حاجة هيساعدوكي إنك توصلي لولادة أفضل وأقرب للي بتتمنيها. علشان كده هنبدأ راوند جديد من كورس أمومة بلا قلق للتجهيز للأمومة من أول الحمل لحد الولادة والرضاعة ورعاية المولود الجديد. الراوند الجديد هيبدأ إن شاء الله الشهر الجاي، الحجز مفتوح من دلوقتي ولحد اكتمال العدد، وخليكي دايما فاكرة إن الأم الفاهمة بتبقى واثقة وهادية.